زمالك لغز اداري، نادي مديون بمليار ومحاصر قانونيا وبايع نجومه، ومع ذلك متصدر الدوري وصل لنهائي الكونفدراليه. معانا النهارده المحلل الاداري لفك الشفره، اهلا بك. السر في كلمة واحدة، الإدارة وقت الأزمات لما الفلوس بتقل العقل لازم يشتغل أكتر، وده بنسميه المرونة الاستراتيجية. أول خبطة كانت زيزو أهم لاعب مشي بغلطة إدارية قبل ما النظام الإداري الجديد يبدأ عمله. دي كانت كارثة. الجديده امتصت الضربه واستغلت الموقف لصالحها ووفرت المرتب الضخم وما راحتش تشتري لاعب بقيمه سوقيه عاليه، ودي اداره المخاطر الموروثه. طب في أول الموسم حصل غربلة أسماء تقيلة في الجهاز الطبي والإداري وحتى عمال الملابس. ليه الهدم ده؟ كان لازم تنظف النادي إدارياً عشان السيستم ينجح وتجيب رجالتك، وده اسمه إعادة الهيكلة التنظيمية. حتى التمرين نقلوا الكلية الحربية بعيد عن النادي كده، بيعزلوا اللعيبة عن بيتهم. بالعكس، وفر ليهم هدوء وتركيز بعيد عن دوشة المشاكل والصراعات، وده اسمه التحكم في بيئة العمل. بس الرهان على المدرب الأجنبي فشل، وبعده خسرنا السوبر. الجمهور بدأ يفقد الثقة تماماً. فعلا كان مطب صعب، وهنا دور الاداره كانت مرنه. لما الطريق سد بدا يحصل اعاده تقييم وحصل اقاله للمدرب عشان يصلحوا الغلط قبل ما يكبر، وده المرونه الاداريه. وفي يناير اللعيبة بدأت تهرب وتفسخ عقودها، زي صلاح مصدق عشان مفيش فلوس. النادي كان فعلا بينهار. وهنا كان في ذكاء كبير، اللي اراد الرحيل فالباب مفتوح، عشان كان فاهم ان في ازمات كبيره، والتركيز على اللعيبه اللي عايزه تكمل وبتحارب بجد عشان الكيان. طب أرض أكتوبر اللي سحبت وضاع منها ملايين، دي كانت ضربة كبيرة للمدير الرياضي وفريق الكورة. الارض راحت، ده خساره اصل مهم، لكن النادي ما فضلش واقف. وهنا بدا يبص ايه الادوات المتاحه لاصل البشري، فبدا يبيع لعيبه واستغل راس المال البشري في وقت مهم. بيان ال 700 مليون للمدير الرياضي ووضح فيه ان كان في وعود بمبالغ ماليه كبيره ولم تنفذ، اعتقد كانت ضربه كبيره جدا لفريق الكوره. يعني اعتقد ده اكتر نقطه فيها ذكاء من المدير الرياضي، واسمه التواصل. وقت الازمات واجه الجماهير واللعيبه بالحقيقه بدل الكذب، ولما اللعيبه والجماهير عرفت الحقيقه، هنا بدات الملحمه الجماهيريه عشان حسوا ان النادي بيواجه خطر حقيقي. وكمان اللعيبه اتحولت لشريك في الازمه، واعتقد ان البيان كان نقطه محوريه في نجاح المنظومه. والصدمة الكبيرة، تم بيع ناصر ودونجا، والزمالك موقوف من القيد. منطقه جدا، مفيش سيوله، فلازم ابيع لعيبه عشان اقدر اوفر فلوس مرتبات 25 لاعب، وده منع تفكك الفريق والحفاظ على اوضه اللبس، وده بنسميه تسييل الاصول. طيب هل شايف ان اختيار معتمد جمال كمدرب للفريق كان اختيار اداري جيد؟ طبعا عشان ما فيش سيوله تجيب مدير فني اجنبي وكمان شخصيه هاديه وعنده ثقافه النادي والجماهير، كان اختيار موفق جدا. في النهاية الزمالك بيقدم درس احترافي في فن إدارة الأزمات، وكان في أخطاء لأن لا يوجد نظام كامل، لكن كان بيحاول يعالج أخطائه. ده يعلمنا لما تلاقي نفسك محاصر بالديون، اشتغل بالموارد المتاحه وابني سيستم وراهن على الروح البشريه قبل الفلوس. الزمالك النهارده بيقدم تجربه مجانيه واضحه جدا في الاداره، بذكاء